السلام عليكم متابعين هدهد للطبخ. اليوم راح نسوي مقادير عمل شوربة الكشك أو التشش، اللي متكونة مقاديرها من كيلوين حنطة وكيلو برغل و3 أكواب طحين. طبعا اللي يريد يقلل الكمية يخلي هنا كيلو وهنا نص كيلو، يخبطهم سوية، وكل كوبين من ذولا يعادلهم نص كوب طحين. نضيف ملعقة طعام كاري، العفو كركم، وملعقة طعام كاري، ملعقة طعام ممسوحة من اللامندوزي أو ملح الليمون، ربع ملعقة طعام أو أقل من الفلفل الحار المطحون، ملعقة طعام ملح، وملعقة طعام خميرة. هاي كل المواد اللي نحتاجهم. هسه نخلطهم، وهسه نضيف التخميرة مال لبن تشيس. هنا أنا عندي كلش ثخين، بس عندي لبن خفيف حامض كلش فدرته عليه، فشوية خففته على مود يعني ينطي حموضة. هي تحب الحموضة. هنا شو راح نخليه شلون يعني الشوربة الثخينة. فراح نحاول من نكمل نغطيها. خلي أكمل ألابسها وأرجع لكم. وهنا أنا بعد ما كملت خلط مثل ما قلت لكم يصير شلون الشوربة الثخينة، هذا قوامه. هسه راح أتركه أدثره وأتركه يختمر يوم يومين 3 أيام حسب ما هو يختمر، لأن إحنا حاليا بشهر 11 وشهر 11 شوية بارد، فلازم أدثره زين. إذا سويتيه الصبح لليل تفتحينه تشوفينه محتاج لبن أو لا، وإذا سويتيه بالليل للصبح. هيجي كملناه وراح اخذه ادثره واتركه. هسه انا سويته بالليل، راح اتركه الباكر الصبح وافتحه انا وياكم ونشوفه. وهنا هسه هاي بعد ثاني يوم، شوفوا شلون صاير. يعني انه يقعها مرة ثانية. وهماتين ألابسه بيه وأرجع لكم. وهسه هنا هذا ثالث يوم، شوف شلون مختمر، شلون حبات الحنطة شربت كل اللبن، بحيث حتى واقع هنا لقيته من قد ما خمران. شلون العجين من يخمر، حبات الحنطة شربت كل اللبن. وهسه راح اخذه ونشره انا وياكم. حضرت صينية خليت بيها طحين كلش قليل، وهنا اخلي بيه طحين، راح نقرص منه ونخلي بالطحين وبعدين نخليه هنا بالصينية. طبعا نخليه على الشمس، والشمس هاي مثل ما تشوفون هسه وها طلعت. هسه نبلش ناخذ كمية، نخليها هنا بالطحين ونرصها هنا بالصينية. لازم تكون شوية خفيفة، لأن مثل ما قلنا هو الشتاء، فعلى مود تبس بسرعة. طبعا أخذت مني هاي الكمية 4 كيلوات لبن تشيس، زائدا 4 لترات لبن خفيف. أكمل تقريص وأرجع لكم. هسه هنا بعد ما كملت تقريص راح أتركه هسه من بداية النهار لحد الليل لحد ما ينشف وجهه. يفضل الطحين اللي نستعمله بيه بالتقريص الطحين الأسمر.
هنا هسه بعد ما نشف اليوم كامل، هسه نقلب على الجهة الثانية كلها بهذا الشكل، مثل ما هاي الصينية هسه قلبتها كلها، نقلبه وندخله جوا. بعد ما نشف تماما ويبس، هسه نخليه بعلب زجاجية أو نايلون ونحفظه بعيد عن الرطوبة لحين وقت الاستعمال. بالعافية ومع السلامة.